بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالزملكاويه في كل مكان، اهلا بيكم في الكوره مع جمال خليفه. طبعا بالميراث فاز على الاهلي بهدفين دون رد. اللي انا عاوز اقوله بقى واللي هو واضح للجميع، وطبعا بدون تعصب بقى عشان الاهلاويه ما يقولوش الزملكاويه فرحانين. انت صرفت 2 مليار جنيه على اللعيبه، انت لعبت اللعيبه اللي انت جبتها، انت لعبت نجومك كلها ماتشين، مفيش مهاجم ولا لاعب وسط ولا اي لاعب سجل هدف. الاهلي تركي الشيخ ومليارات، عامل ايه تريزيجيه؟ ولا حاجه. عامل ايه زيزو؟ ولا حاجه. عامل ايه اشرف بن شرقي؟ ولا حاجه. جبت حمدي فتحي، عامل ايه؟ ولا حاجه. يا جماعه صدقوني الكره مش اسماء، كوره بتدي اللي يديها. الاهلي عنده فريق اسماء فقط لا غير، ولكن مش هيدوا خلاص. الناس ديت يعني خلاص قربت تنتهي، والاهلي خد خازوق كبير في المجموعه اللي عنده، اتفرج عليهم في المباريات القادمه. هو الاهلي خلاص على وشك الخروج من البطوله من دور ال 32. بس انا عاوز اقول حاجه، اللي انا عاوز اقول بقى للزملكاويه بقى وللاهلاويه، الهلال السعودي شرف الكره العربيه، والاهلي المصري والعين الاماراتي اساءوا للكرة المصرية. ازاي يا عم؟ ما هو انت احنا شفنا كل حاجة. هلال السعودي عمل مباراة مع ريال مدريد، الله اكبر. كرة قدم حديثة جدا جدا. يعني انت بتتفرج على الهلال وبتتفرج على ريال مدريد، ما تعرفش فين مين ريال مدريد ومين الريال. الاتنين بيلعبوا فرقتين، خلاص فرقتين اوروبيين بيلعبوا. فأنا بقول بكل منطقية وبكل صراحة، العين الإماراتي والأهلي المصري أساءوا للكرة المصرية. نجاح السعودية بقى يا جماعة علشان شغالة صح، والناس دي بتتقدم في كل الاتجاهات، مش في كرة القدم بس. عندها منظومة شغالة باحترافية، بتطبق القانون على أكبر نادي لأصغر نادي. إنما إحنا عندنا المنظومة الرياضية شغالة للنادي الأهلي فقط لا غير، والنتيجة زي ما انتم شايفين اهو. واشتركوا في القناة الزملكاوية. بشكركم.